اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضرب في المليان. لفة الايام وكابتن مجدي عبد الغني بيهاجم نادي الزمالك. ازاي ما تعرفش؟ بيهاجم الصفقات وازاي بنجيب الصفقات. بس في البداية لازم نعمل لايك ونشير الفيديو ونشترك في القناة علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. نشوفوا الاول قال ايه عن صفقات الزمالك ونرجع، علشان للامانة في كلام مهم جدا. نشوف الفيديو ونرجع على طول. الأندية المصرية وكيف تتعاقد مع لاعبين محترفين وماذا يضيفوا اللاعبين المحترفين للأندية المصرية، وبنتعاقد معاهم ازاي، وبنديهم ايه فلوس، والكلام ده كله. هنلاقي ان احنا بنشتغل شغل عشوائي. اما تيجي تتكلم مثلا نادي الزمالك تعاقد مع ابراهيم انداي. طيب فين ابراهيم انداي؟ ما لعبش ولا ماتش. مثلا زكريا الوردي جه شويه لقيناه ما ينفعش، قمنا يعني من اتفقنا ومشيناه بايه برضه ما حدش عرف. هل هو خد فلوسه كلها؟ هل هو خد جزء من فلوسه؟ هل هو جه في ايه ومشي في ايه؟ ما حدش عارف. مصطفى شلبي اشتراه نادي الزمالك، ما فيش يعني. انما دول مصريين. مثلا سامسونج اكينولا مش موجود برضه. فين؟ لعب ما بيلعبش ليه؟ ايه اللي حصل؟ ماله؟ ما يصلحش. طب اتعاقدنا معاه ليه؟ مش عايزين. احنا ما بنقصوش على حد، لكن احنا بنتكلم بنوري ليه احنا متاخرين في كره القدم. وتدي اللعيب $1,000,000 الارقام دي كلها يعني الفارق اللي بيعمله اللعيب ايه؟ ولا حاجه. قول لي اي لعيب اجنبي في النادي الاهلي في النادي الزمالك عمل حاجه من اللي جم. هنفضل لحد امتى نشتغل بعشوائيه؟ هو طبعا ما فيش حساب، ما حدش بيحاسب حد. حاطط فلوس من النادي، هو مش دافع من جيبه حاجه. انما مين بيحاسب مين؟ ما حدش بيحاسب حد. يعني اصلها بضاعه اتلفها الهوى. قال لك اكتبها ايه؟ قال له نكتبها ايه يا معلم؟ قال له بضاعه اتلفها الهوى. لا مش كوره، لا مش كوره، لازم يتحاسب اللي عمل كده. للأمانة كلامه كله صح، وياما احنا قلناه قبل كده. بس الغريب انه بدأ يتكلم على نادي الزمالك، وياما هاجمناه انه كان بيتكلم على صفقات الاهلي ومش بيتكلم على صفقات الزمالك. فلما تعمل حاجة صح نشيد بيك. ما احنا ياما حطينا عليك وياما قلنا لك راعي ربنا، وزي ما بتتكلم على ده اتكلم على ده. فلما يجي لك اليوم اللي تقول فيه كلمة حق، برغم انك في نفس الفيديو هاجمت نادي الاهلي وصفقات نادي الاهلي، نقول لك ان انت حيادي. زي ما هاجمت هنا هاجمت هنا، وزي ما جبناك في الحاجة الوحشة يا كابتن مجدي لازما نجيبك في الحاجة الحلوة. فياريت تكمل على كده، ومع ان اكيد في وربنا يسترها عليك في اللي جاي. اما الاهم بقى كابتن محمد شبانة، طبعا طلع بصم ما خلاش، مسك لعيبة الاهلي غسيل ومكوى مع انه زملكاوي، لكن بيتكلم بحيادية وبيقول كلمة حق مش بيهبط. نشوف الاول قال ايه علشان نرجع نرد عليه. وهنا الاداره لازم تتدخل، وهقول لكم اتدخلت ازاي. هقول لكم دلوقتي اتدخلت ازاي، وتدخلت بعنف. وهذا تدخل عشان يحمي المدرب من نفسه. المهندس عادل القيعي قال تصريحين تاني، تصريح قوي جدا. قال بدل ما تتقمص من الجمهور رد في الملعب. النجم بيتحمل الضغوط. ده كلام المهندس عادل القيعي اللي لاعب بيه. المهندس عادل رئيس شركه الاهلي لكره القدم، يعني هو المسؤول الاول رسميا عن كره القدم بحكم منصبه، فهو يسأل. كابتن خطيب مشرف عام على الفريق وعلى الكوره في الاهلي، فبيقول لك بدل ما تتقمص من الجمهور استرجل. لا ده لعيبه الاهلي مش بس بقى تتقمص من الجمهور، ده بتتقمص من الجمهور، وبتتقمص بقت عامله زي عليا القماصه كده، وبتتقمص من الاعلام، ولعيبه الاهلي بتتقمص كمان من المدرب، وبتتقمص كمان من الاداري، واللعيب اللي اتعمل عليه عقوبه يلوي بوزه،
واللاعب اللي ما يخشش ال 18 يلوي بوزه، واللاعب اللي ما يبداش الماتش يلوي بوزه، واللي يلعب نص ساعه يلوي بوزه. ده ايه ده سوارش ما كانش الفرقه معاه كده. اه والله. وموسيماني الفرقه ما كان، ده موسيماني كان بيعتمد على، لو عرف يعتمد على 9 مش 11 كان يعتمد على 9. ايه ده؟ معاه حق المهندس عدلي جدا في دي. اللي بيتقمص يا باشا يروح مع الف سلامه. على فكره مفكوش ابو تريكه ومفكوش عماد متعب على فكره يعني، ومفكوش وائل جمعه، صح ولا غلط؟ ومفكوش محمد شوقي، ومفكوش سيد معوض، ومفكوش احمد فتحي، يعني النجوم الاباطره دول مشيوا كلهم. مفكوش بركات مش دول كانوا اباطره التشكيله بتاعت الاهلي من كام سنه؟ مفيش حد دلوقتي في الاهلي زي الناس دي او باداء الناس دي. فاحمد ربنا انك في الاهلي. اذا لم يفز اللاعبون بالدوري هذا الموسم سيتم حسابهم حساب مش مظبوط، وعايز اقول حساب عسير، بس بيشوف لفظ حنين شويه لانه مسؤول برضه في الاخر يعني مع الفرقه يعني. فقال لك هيبقى في حساب عسير او حساب مش مظبوط. ايه الحساب اللي مش مظبوط؟ الاستبعاد متاخره يا باشمهندس عادل، متاخره، لان اللعيب اللي يفقد في الاهلي دوري سنتين ورا بعض والكاس والبطولات اللي فقدها الموسم اللي فات دي او فرط فيها، على الاقل في 5 6 7 المفترض كانوا يمشوا على الاقل. الاهلي عمل حاجه قويه جدا، الاداره اللي عملتها كابتن محمود الخطيب قرر ايقاف مستحقات كل اللاعبين. تخيل انت اول دوري ومتعادل ماتشين من 9، وقررت توقف مستحقات كل اللاعبين. ليه؟ كابتن الخطيب تدخل شخصيا. ليه؟ وبلغ الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره اللي خد القرار وابلغ بيه كل اللعيبه. الجهاز الفني ملوش دعوه، ده لما قالوا قفشه غرامه 200,000 جنيه قال لك كولر اعترض وقال لك ازاي تعلنوا الغرامه دي؟ انا المسؤول. مسؤول مين يا عم؟ انت هتغرقنا وتقول انا المسؤول؟ الراجل جاب لكم من الاخر، جاب لكم من الاخر وقال كلام كتير من جمهور الاهلاويه عايز يقوله بس مش لاقي اللي يوصل صوته. فيا ريت بقى تخلوا في دم عشان بكره ماتش سيراميكا او النهارده حسب الفيديو ما يوصل لحضراتكم يعني. فيا ريت يا ريت يعني تشدوا حيلكم وربنا يسترها علينا بكره. قبل كده لما كنا بنسمع ماتش الاهلي كنا بنستناه، بنقول امتى اليوم ده يجي عشان نشوف ماتش للاهلي، لكن اليوم اللي فيه ماتش الاهلي بدأنا نشيل الهم. بدأنا نحس كده ان خلاص ربنا يسترها ومتضايقين وتعبانين والعملية على الاخر. فشدوا حيلكم بس الله ينور، مع انك بتهاجم لكن بحيادية. زي ما احنا بنقول ان في بعض الاعلاميين الزملكاوية بيهاجموا طول الوقت وعلى طول الخط وبيجيبوا الوحش، بس لا، كابتن شبانة زي ما بيجيب الحلو بيجيب الوحش، واحنا معاك في اللي انت بتقوله عشان اللعيبة تفوق. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة، ويا ريت تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة، وبشكركم جدا لو وصلتوا معايا لنهاية الفيديو. بنفكركم بالاشتراك وتفعيل الجرس علشان دايما يوصل لحضراتكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله بعد ماتش الاهلي، ويا رب يا رب العملية تكون كده يعني ايه في سلاسة وسلام عشان خلاص الصحة في النازل، وان شاء الله اشوفكم على خير. تحياتي لحضراتكم.